السلام عليكم. دلوقتي أنت اشتغلت مع عملا، حققت معاهم نتايج ممتازة، غيّرت حياتهم، حسّنت من وضعهم بشكل سواء في الشكل المادي أو في الشكل النفسي، بس في النهاية العميل المحتمل اللي جاي لك جديد عليك عايز يشوف الإثباتات دي. هل أنت بتورّي له الإثباتات دي والّا بتورّي له مجرد وعود إن إحنا هنعمل لك الكلام ده كله؟ الإثبات ما بيبقاش رفاهية، هو اللي بينقل الزائر اللي جاي عنده فضول بيخلّيه جاهز إن هو يدفع. فمهم جدًا إن إحنا يبقى عندنا الإثباتات بتاعتنا أو السوشيال بروف متهندسة بطريقة تزوّد الثقة. في فيديو النهارده إن شاء الله هنشرح إزاي نعمل الموضوع ده، إن إحنا نهندسها بطريقة تزوّد ثقة العميل فينا، مش نخلّيه بس اللي هو الموضوع مجرد وعود، عن طريق خطوات هنشرحها في فيديو النهارده إن شاء الله. أول خطوة معانا وهي إن الإثبات أسرع حاجة أو السوشيال بروف أسرع حاجة بتبني الثقة، أسرع من أي حاجة. لو أنت جيت قُلت على نفسك أنا ممتاز، الناس مش هتصدّقك أكتر أو إن وزن إن حد ييجي يتكلّم عنّك يقول الراجل ده ممتاز، الراجل ده عمل لي كذا، الراجل ده غيّر لي في حياتي كذا، دي بتبقى وزنها أكبر بكتير من إن أنت تقول على نَفْسك أنا ممتاز. فالإثبات بيحوّل أو بيحل مشكلتين، بيحوّل العملية من إن تعالَ يا عم ثِق فيّا واسمع منّي وأنا عارف أنا باعمل إيه، لبالضبط ده اللي أنا عملته مع واحد زيّك بالضبط وجاب نتايج. كمان بيحل لنا مشكلة التسعير إن هو بيحوّلها من تكلفة لقيمة. فأنت بدل ما تبان على إنك أنت تكلفة زيادة على الbusiness بتاعه، بتبان إنك أنت استثمار في الbusiness بتاعه. في 88% من الناس بيثقوا في الشهادات الأونلاين، يعني لمّا ييجي يشتري حاجة في نسبة 88% بيثقوا في الشهادة الأونلاين كأن حد جه قال لهم والله ده الراجل ده كويس، بيثقوا بنفس الشكل أو بنفس الطريقة في الشهادات الأونلاين أو في الtestimonials. تاني خطوة وإنك توثّق أول بأول. ما تستناش لغاية لمّا العميل يخلّص، خلّصت معاه الشغل النتايج تمام وبعدين خلاص بعديها بشهر عايز testimonial فاروح أكلمه أقول له تعالَ، فنحاول بقى نفتكر النتايج، نفتكر اللي حصل، لأ، الكلام ده مش صح، لازم توثّق أول بأول. أول حاجة إنك أنت تسجّل اللي بيحصل لحظة بلحظة، حصل زيادة في الدخل، وفّرت له وقت، دخّلت له عُملا جداد على الbusiness بتاعه، كل حاجة تسجّلها، تسجّل كل محطة من المحطات دي بأول بأول، بحيث إن أنت ما تنساش أي حاجة وتبقى فاكر كل الcase بالكامل. معظم برضه الملاحظات اللي عندك أو 90% من case study هتبقى من ملاحظات عندك، أنت بس هتخلّي العميل هو يحط شوية بس اقتباسات كده، بحيث إن هو العميل يقول بالفعل حصل كده. فأنت هتوثّق حوالي 90% من دراسة الحالة، لإن أنت عارف رحلة العميل، أنت عارف المفروض إن إحنا نعمل 1 كذا، 2 كذا، 3 كذا، فأنت كل محطة من المحطات دي المفروض إن أنت بتسجّلها. ييجي العميل بقى في كل محطة من المحطات دي زي يعمل إيه، اعتراف إن أنت فعلًا عملت كده، وفعلًا كانت دي مشكلتنا، وهو لو عنده أي حاجة يضيفها، فبالتالي بتبقى ال90% من دراسة الحالة جاهزة من عندك أنت، فأنت لازم العبء كله يبقى عليك إن أنت توثّق نتايج عملائك أول بأول، ما تستناش إن العميل يخلّص يستلم النتيجة، بعديها بشهر ننسى النتايج، ننسى حصل إيه، كل ده بيأثّر بعد كده على إنك أنت يبقى عندك أصلًا testimonials أو case studies كويسة. بعد كده الخطوة التالتة إن إحنا لازم نطلب الشهادة في اللحظة الصح. يعني إيه نطلب الشهادة في اللحظة الصح؟ يعني العميل دلوقتي اشتغل معانا، خلّص الجلسة بتاعته أو خلّص الجلسات بتاعته، خلّص الcourse بتاعه، خلّص التدريب، خلّص الخدمة، هو بعد ما خلّص هو مبسوط. فهو في ذروة الرضا، دلوقتي هو إن هو يعني مبسوط جدًا، وخلاص حقق هدفه من الجلسات معانا أو من التدريب معانا، فدي أحسن وقت إن إحنا نطلب الشهادة. بنبدأ إن إحنا نطلبها عن طريق إيه، إن إحنا نقول له التغيير اللي حصل في حياته، يعني دي عشان برضه تبقى الشهادة مضبوطة، ما تبقاش إن هي شهادة عامة، لأ، نفهم إيه اللي حصل بعد ما أنت اشتغلت معانا، قبل ما تشتغل معانا كانت إيه حالتك، وبعد كده تقول إيه للناس اللي مترددة إن هي تشتغل معانا. هي دي الفكرة الأساسية، هو ده اللي مفروض يطلع من الtestimonial، ما ينفعش إن الtestimonial يبقى عام، كانت تجربتي كويسة مع coach كذا، لأ، المفروض إن أنت تبقى عارف إيه اللي حصل بالضبط، زي ما قُلنا إحنا بنسجّل خطوة بخطوة، التغيير اللي حصل، وقبل ما يشتغل معانا كان شكله عامل إزاي، ولو ناس مترددة إن هي تاخد القرار تقول لهم إيه، بتخلّي العملية سهلة، عن طريق form بسيط صغير تكتب فيه التغييرات، تكتب فيه قبل ما كان معانا، تكتب فيه نصيحة، بحيث إن أنت تجمعهم وتعملهم كtestimonial كامل، بتخلّيه يعمل تسجيل فيديو أو رسالة صوتية، كل الحاجات دي أنت بتعملها بحيث إن أنت تطلب الشهادة في الوقت الصح، وفي نفس الوقت تبقى مكتملة المعايير وكاملة الأركان. ده بالنسبة للخطوة التالتة. الخطوة الرابعة بقى إن إحنا نخلّيها محددة مش عامة، زي إن هو ساعدني أطلق مشروعي في 3 أيام وأقفّل أول عميلين في نفس الأسبوع. لو جينا بصينا على دي مقارنةً بدي،
دي بتقول تجربة رائعة. ده اللي أنا باقول لك عليه، مهم جدًا إن أنت تبقى عارف كل الأركان بتاعة الtestimonial عشان لمّا تيجي تعمل testimonial، الtestimonial يبقى مريّح الناس زي ما قُلنا، عشان هو أسرع حاجة بتبني الثقة، فأنا عايز أعمله مضبوط. زي ما قُلنا اسم حقيقي، يعني دي عشان أخلّيها محددة يبقى باين إن هي بتاعة حد معيّن، اسم حقيقي مش حروف بس، لازم يثبت إن هو شخص حقيقي، اسم حقيقي وصورة. النتيجة بنحددها بإطار زمني عشان يبان واقعي وقابل للتحقيق، وبعدين بنقول كان بدايته إيه، وهل مثلًا وإحنا في نُص الموضوع هل كان في اعتراضات بنقولها، برضه بنقول زي ما قُلنا التغيير الكامل قبل وفي النُص إيه اللي حصل، وبعد ما خلّصنا إيه النتايج اللي طلعنا بيها. ليه؟ لإن العميل اللي جاي بعد كده عايز يتأكد إن هو لو عنده نفس الاعتراضات دي، هل هيحس إن هو هيقدر يكمّل؟ فبيتزيل اعتراضات بشكل أوتوماتيك، ما بنضطرش إن إحنا نزيل الاعتراضات عن طريق عمليات البيع، لأ ده الtestimonial نفسها هي اللي بتزيلها. مهم جدًا إنك أنت تبقى مجهّز testimonials بالشكل اللي إحنا متفقين عليه ده. الخطوة الخامسة بقى معانا إن إحنا نختار الصيغة الصح. في كذا عندنا صيغة، في عندنا صيغة مكتوبة بنشوفها الtestimonials ودي أسهل، لإن هي بتبقى عبارة عن كلام بناخد منه الframework، ندّي له الframework اكتب كذا، كذا، أو ندّي له الform بتاعنا ويجيبها لنا وإحنا نعملها بصيغة مكتوبة، أو إن هي فيديو ودي أحسن واحدة طبعًا بترفع نية الشراء بنسبة 144. وفي screen shots لو أنت ما بينك وبينه كده في كلام على السوشيال ميديا، في كلام على الواتساب، بتبدأ إنك أنت تبعت الscreen shots دي تاخدها تحطها على الويب سايت بتاعك. زي ما قُلنا كمان دراسات الحالة، دراسات الحالة برضه مهمة جدًا، واتفقنا إن إحنا هنسجل أول بأول عشان ما ننساش، لإن دراسة الحالة بتقول من أول ما العميل ده اشتغل معاك لغاية لمّا خلّص الرحلة بتاعته وحقق هدفه، إيه اللي حصل بالضبط. فدي الصيغ اللي إحنا بنشتغل عليها من السوشيال بروف. المكان بقى، بعد ما خلّصت بقى كل الحاجات دي، ضبّطت الframework، خدت منه الكلام، عملت الصيغة المناسبة، إزاي أحطّه في المكان الصح؟ الناس بتبقى فاكرة إن أنت الأفضل إنك أنت تعمل صفحة اسمها customers أو آراء العملاء أو client reviews أو الكلام ده كلّه، وإن أنت تحط فيها ما حدش هيروح الصفحة دي، ما حدش بيدوّر عليها، اللي بيدوّر عليها اللي جاهز يشتري، واللي جاهز يشتري عمره ما هيروح أصلًا على الweb site بتاعك ككل، هو بيروح على الصفحة من الإعلان. أو إن هو راح من السوشيال ميديا، فبالتالي هو بيروح على صفحة بيع، صفحة هيشتري فيها، فأنت لازم تكون موجودة جنب الصفحة اللي هو فيها عملية الشرا، أو عملية إن هو ياخد منك خطوة اللي هي زي حجز المكالمة. فلو قُلنا مثلًا زي صفحة الخدمة والبرنامج، بتحطها على طول تحت أمّا أنت بتشرح البرنامج، يعني أنت مثلًا عملت فيديو بيشرح البرنامج تحتيه CTA، بتحط جنب الزرار بتاع الحجز أو الشرا، بتحطها تحت الفيديو، بتحطها قدّام العميل بحيث إن أنت تنظّمها بالشكل اللي هو لمّا العميل يبقى جاهز إن هو ياخد قرار، ما فيش حاجة تعترضه، ما فيش حاجة تخلّيه يتردد، يبقى شايف الشهادات بتاعة الناس، يبقى شايف الناس قالت عليك إيه، يبقى شايف إن الثقة معاك كويسة وإن أنت بتحقق نتايج، فبالتالي مهم جدًا إن أنت تختار مكان يكون صح، زي ما قُلنا في صفحة الخدمة أو صفحة البرنامج، تحت وصف البرنامج، يعني لمّا يكون حاطط فيديو تحطها تحت الCTA، برضه جنب زر الحجز أو الشراء، لو أنت عندك مثلًا testimonial صغيرة بتحطها جنب زر الحجز أو الشراء، بحيث إن هو برضه إيه، تطمن العميل عشان هو زي ما قُلت لك هو مش هيدوّر على الtestimonials، أنت اللي تظهرها قدّامه بحيث إن هي تبقى باينة قدّامه وتزوّد ثقته فيك أكتر. آخر حاجة النتايج اللي أنت عملتها للعملا بتاعتك حصلت وحققت أهدافهم، فخلّيها بقى تشتغل بدالك. أنت دلوقتي عمّال شغّال بتدفع فلوس على إعلانات، ناس بتخش لك، ناس اشتغلت معاك، ناس حققت نتايج، ناس نجحت، الكلام ده كلّه لازم تخلّيه يشتغل مكانك، هيجيب لك عملا بشكل أفضل، وهيجيب لك عملا يكون جودتهم أعلى، يكونوا جاهزين للشرا. فأنت عشان تعمل الموضوع ده كلّه، حدد أحسن 3 عُملا عندك عملت معاهم تحوّلات. بعد كده زي ما إحنا اتفقنا، إحنا كل عميل عندنا حاسين إن إحنا بنسجّل معاه خطوة بخطوة، طبعًا الموضوع ما بيبقاش سهل، فلازم تتأكد إن العميل أنت إلى حدٍ ما هتقدر إنّك أنت تخدمه، أو إنّك أنت تحقق معاه نتيجة حققتها مع حد قبل كده. فبتحدد ال3 تحوّلات دول، بتطلب قصة منهم بالcase study بالكامل، وزي ما قُلنا حُطّها في المكان اللي العميل الجديد بيقرر فيه، صفحة الخدمة، جنب زر الشراء، أسفل الفيديو بتاع الVSL، كل الحاجات دي أنت المفروض هي هتشتغل بدالك، هتزوّد النسبة زي ما قُلنا ل100% يعني بدل ما يشترك معاك عميلين يشترك معاك 4. هي فكرة السوشيال بروف كده. فأنت الثقة اللي أنت بتدوّر عليها دي هي مش محتاجة سنين، أنت already خلاص خبرتك موجودة،
الجمهور موجود، العملاء اللي حققوا النتائج موجود، بس انت محتاج توثق صح، محتاج توثق النتائج دي بالشكل الصح اللي يخدم البيزنس بتاعك ويخليه يشتغل بدالك. فلازم زي ما قلنا توثقها صح، ولازم تعرضها صح. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.